المشكلة مش فيك ولا في إنك كسلان ولا إنك ما عندكش شغف. المشكلة الحقيقية في أول 10 دقايق. كل مرة تقول هبدأ من بكرة، هتغير، هتبطل تضيع وقت وتقوم فعلا متحمس، تفتح الفيديوهات، تكتب الخطة، تنزل تطبيقات تنظيم الوقت، وتحس إن حياتك أخيرا هتتغير. لكن بعد يوم أو حتى ساعات ترجع لنفس المكان. ليه؟ عشان أنت مدمن الإحساس بالبداية، مش مدمن الاستمرار. في فرق كبير بين إنك تتحمس وإنك تكمل وإنت مش متحمس. عقلك بيحب البداية لأن البداية فيها دوبامين سريع، إحساس إنك بقيت شخص جديد، إنك أخيرا هتنجح. لكن أول ما الصعوبة تظهر، أول ما الملل يدخل، أول ما النتيجة تتأخر، عقلك يهرب، يروح للموبايل، لفيديو قصير، للراحة، لأي حاجة تخليك تحس بمتعة سريعة. وفجأة تلاقي نفسك بدأت مليون مرة بس عمرك ما كملت. عارف المشكلة الأكبر إيه؟ إنك بقيت فاكر إنك شخص فاشل، مع إن الحقيقة إنك كل مرة كنت بتعتمد على الحماس بس، والحماس عمره ما كان كفاية. الناس اللي بتنجح مش دايما أذكى منك ولا أقوى منك، هم بس فهموا حاجة مهمة، إن أول 10 دقايق لازم تعدي حتى لو عقلك رافض. إنك تشتغل وإنت مش عايز، دي القوة الحقيقية. مش لازم تقوم تغير حياتك كلها النهاردة، مش لازم تبقى نسخة مثالية من نفسك. ابدأ بحاجة صغيرة جدا لكن كمل. اقرأ صفحة، اتمرن 5 دقايق، ذاكر 10 دقايق، بس ما تقطعش السلسلة. لأن كل مرة بتقف عقلك بيتعلم الهروب، وكل مرة بتكمل رغم المقاومة عقلك بيتعلم الانتصار. في ناس حياتها اتغيرت مش لأنها كانت متحمسة طول الوقت، لكن لأنها كملت في الأيام اللي ما كانش فيها أي حماس. فاسأل نفسك دلوقتي، أنت فعلا عايز تتغير ولا بس مدمن إحساس البداية؟ وما تنساش تشترك معنا في القناة، لأننا من الفيديو الجاي هنبدأ رحلة 90 يوم نحو التغيير. كل يوم هنزل فيديو نتابع مع بعض التقدم اللي وصلنا له وقدرنا نعمل إيه وما نعملش إيه. بس صدقني في الآخر بشوية صبر منك وعزيمة واستمرارية معانا هتتغير من نفسك 180 درجة. وفي الآخر ما تنساش تنورنا في القناة وتستنى الفيديوهات الجاية اللي هتخليك تشوف حياتك من منظور تاني. Together، مفتاحك نحو التغيير.